السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي، وحلقتنا النهارده عن سؤال من سلسله سؤال في التصوير. بس قبل ما نقول السؤال صلي على النبي كلنا ناخد الثواب. السؤال جاي لنا من رجب السخي او رجب السلخي، بيقول ممكن ايه العدسه اللي نقدر نقول عليها عدسه شامله من ناحيه الزوم والفوكس تصلح لغالبيه الكاميرات الكروب فريم والفول فريم؟ السؤال ده حلو بس اجابته يعني هنتطرق لاجابتين. عدسه شامله، اولا بنتكلم في عدسه زوم. لو هنتكلم في عدسه شامله بالنسبه للفول فريم فهنتكلم في العدسه المشهوره المعروفه اللي الناس كلها بتحبها، ال 24-70 سواء كانون او نيكون او سوني. البعد ده هو البعد الشامل او البعد الجنرال اللي بينفع معاك اندور واوت دور، ولو في قاعه ولو بتصور منتجات ولو بتصور اشخاص. العدسه دي جميله جدا، فتحه واسعه وفي بعد بؤري مناسب لكل اوضاع التصوير. بس دي على الفول فريم هيديك 24-70 مللي اللي هو زاويه واسعه لزاويه ضيقه شويه، فتنفع في حاجات كتير. على الكروب فريم هتركبها هتديك بقى اضرب في معامل القطع، هيديك في 1.6 او 1.5، هتلاقي ال 24 دي بقت حاجه و30 وال70 بقت مثلا 100 وحاجه، فالموضوع هيبقى مش واسع زي الفول فريم. فهنروح للكروب فريم وهنقول العدسه الشامله من وجهه نظري الشخصيه هي ال 17-50 السيجما او ال 17-55 الكانون او اللي زيها في نيكون. دي اللي زي 24-70 الفول فريم، بس دي للكروب فريم. طبعا الكروب فريم مش هينفع اركبه على الفول فريم عشان هيقلل الجوده ومواضيع كده كبيره، فخلينا نتكلم ان الفول فريم افضل عدسه شامله 24-70 وللاسف هي غاليه، وللكروب فريم افضل عدسه شامله هي 17-50 او 17-55 وبرده ممكن تكون غاليه شويه. يا رب اكون وصلت لك الاجابه اللي انت عايز تسمعها. لو عندكم اي سؤال سيبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو، لو قدرت اجاوب عليه فيديو زي كده هجاوب، وما تنسانيش من دعائك، وسلام.